راقبوا معايا سيدنا موسى لما وصل لمرحلة معينة، بعد بقى ما مر بتجربة طويلة جدا. والناس اللي عايزة تغوص أكتر عامل أنا حاجة اسمها وعي موسى، ممكن تقعدوا بقى يعني ربنا معاكم واحدة واحدة كده تتعمقوا فيه. الناس اللي وصل أو سيدنا موسى لما وصل للحتة دي وصل لحتة فيها اختبار كبير 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 للإيجو، للتوقع، لتعلقك بالناس، للأحكام، لرأي الناس فيك، إنك تطلع غلط، إنك تطلع مش كفاية، تطلع بعد كل الخبرة دي وملكش 30 لازمة في اللي أنت بتعمله في لحظة. إنه قدامه بحر، والناس اللي صدقوا بيه واقفين معاه، وفرعون جاي هو وجنوده. خليكم بس واعيين معايا ان فرعون طلع. ففرعون طلع يعني مش باعت له كتيبه، ده فرعون نفسه طلع، في البلد كلها طالعه وراه. يعني هو بقى مش مثلا اقول لك روح على طول الواد ده، فرعون شخصيا طلع. فانا جبت اخر منك بقى، انت عرفتني في عيشتي بقى. ففرعون طلع وكل البلد طلعت، وهو قدامه بحر، واللي واقفين معاه قال اصحاب موسى انا لمدركون. حسبي الله ونعم الوكيل باللغه بتاعتنا فيك يا موسى. انت وديتنا في 60 ده، احنا كنا غلطانين ان احنا مشينا وراك. بص المنظر، بص وصلتنا ليه. ناس جايه تموتنا قدامنا بحر. في اللحظه دي لو انت ما عندكش عمق وعي التوكل، الافكار والضرر والايذاء اللي بيحوم حواليك هياكلك. ان كل الافكار اللي انت هتبقى كونكتد بيها بالوعي اللي حواليك عباره عن طب السهم هيجي في ظهري، يا رب بس ما يجيش في نص ظهري ويخبط في قلبي يجي شمال شويه. طب بس يمسكوني، طب يوقعوني، بلاش يأذوني. يعني هي دي الافكار. طب انط اغرق، طب اطلع اجري. قال كلا. تاني، الحاجه اللي بتقدر تغيرها داخل نفسك هتتغير بره. ودي كلمه مش بسيطه، بس احنا دايما بننساها في ستريس معين وضغوط معينه. في النهايه انت عايز تشوف ايه داخل نفسك؟ ان هم هيضربوني، حاضر. ان هم هيبهدلون عينينا، مش هيحصل حاجة، واللي هيحصل هيكون خير. بس انت جاهز مع الضغط الرهيب اللي حواليك تبقى متوكل، ترجع تفتكر وتكونكت تاني بالسورس اللي معاه كل السيستم. قال كلا. بص ده كلامكم، انا لا هثبت لكم ولا هوريكم. لا لا لا، انتوا كلامكم غلط. تعالى بس يا جماعه اقعدوا بس، انا هفهمكم على بال ما فرعون يجي هفهمكم الحوار ماشي ازاي. مفيش الكلام ده، مفيش وقت، مفيش تايم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. أيوة، يعني هيحصل إيه؟ معرفش. يعني أنت متوقع إيه؟ برضو معرفش. يعني إيه النتائج اللي ربنا وعدك بيها؟ برضو معرفش. وراقبوا معايا اللي حصل. كل ما حصة التوكل الداخلي بتاعك بتزيد، كل ما ترزق الأسباب البسيطة اللي تحدث طفرة في الواقع المادي. وكل ما حصة التوكل الداخلي بتاعتك بتقل، كل ما هتحتاج تنحت في الصخر عشان توصل للي أنت عايزه. نقول كمان، أي شيء عايز توصل له في حياتك هو محصلة السعي الداخلي والسعي الخارجي. يعني سعي داخلي زائد سعي خارجي يساوي تحقق الهدف بنسبة 100%. فلو أنت متوكل 50 هتسعى 50، متوكل 80 هتسعى 20، متوكل 90 هتسعى 10، متوكل 99.999 هتسعى 0.0001. اوكي. وده مش اوكي اذا هيا بنا نظبط المعادلات، اذا فلنتوكل ايها الاصحاب. هي مش كده. هو تصديق داخلي انك ازاي محطوط تحت كل هذا الضغط وانت مصدق. لان في اللحظه ديت السبب اللي ربنا بعته ملوش اي دخل باللوجيك، وملوش اي دخل بالمعادله، وملوش اي دخل باللي بيحصل. فاوحينا. طب ما يا رب ما كنت توحي الي قبل كده؟ يعني هو لازم الزنا عشان توحي لي؟ يعني كل الحادثه حصلت وكل الموقف، طب ما ممكن قبل ما ندخل خلي بالك يا موسى عشان فرعون طالع والبحر فاوحينا اليك قبل ما تحصل. لا، لان في تردد الوحي، في تردد طاقي لو انت وصلت له يبدا يتنزل عليك الوحي. معلش برضو خلي عندكم سعه صدر. الوحي ليست لغه الرسل فقط. الوحي في منه انواع. في وحي لانواع من الرسل، وفي اوحى ربك الى النحل واوحينا الى ام موسى. فالوحي ده هو اللحظه اللي انت بتبقى كونكتد فيها فتجيلك داتا. واحنا ساعات نقول انا ربنا الهمني فقفلت انبوبه البوتاجاز.
والنار كانت طالعه. انت في اللحظه دي انت ما كنتش بتفكر كونشس، انت كنتش قاعد تفكر اه اذا النار بتخرج من هذا الاتجاه مع اتجاه الرياح فسرعه دوران، مفيش الكلام ده. انت بتلاقي نفسك اوتوماتيكلي كونشسلي وقفت، انكونشس اتحركت، عملت حاجه. ففي اللحظه ديت هو شخص متدرب بقاله فتره متدرب يتعامل مع الخوف اللي جواه والاصوات اللي جواه واللخبطه اللي جواه، وقاعد يتدرب عشان اوصل للحظه وابقى فاهم ان كل الضغط اللي بيحصل بره اتس اوكي، كلا ان معي ربي سيهدين. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر. يعني انا لو راجل عالق في اللوجيك هقول معلش يا رب، يعني معلش حبيبي وكل حاجه، بس ما تسخرش مني، يعني بقول لك فرعون جاي وطمع، يعني انا هسيب الليله دي كلها امسك عصايه اقعد اضرب في الميه؟ يعني يا جماعه مش، يعني مش كده. اوكي، يعني قول اديني حاجه، خد الناس واجري يمين اجري شمال استخبوا جمعوا مع بعض، دور لك على طوبه يعني اعمل حاجه بالنسبه لي ممكن افهم انها هتتناغم مع الحدث. بس انت لما بتتوكل بتتفتح لك باقه من اليسر الغير لوجيك. اوكي، ان هتجيلك فكره ابعت ايميل لفلان، يا عم ايميل إيه؟ انا بقول لك عليا ديوك مالك، ابعت ايميل لفلان. فكرة كده هتطلع لك. هتقابل شخص بقالك مش عارف كام سنة ما قابلتوش، بتجيلك رنة من حد، ايه الشخص الغريب ده؟ في حاجة هتتفتح لك. ده بنسميه منطق الطير. في منطق لوجيك بتاع البشر، في حاجة اسمها منطق الطير. إن شاء الله بقى في وعي سليمان علمنا منطق الطير، إنك تقراها مجازا يعني وهي طايرة، يعني إن في داتا هتجيلك، بس مين اللي يصدقها؟ واللي يصدقها مين اللي يطبقها؟ انت ممكن تعمل سكيب للحته دي، لا ما عايز حاجه تانية، طب اضرب ايه تاني؟ الحركه البسيطه دي غيرت كل الطاقه. القانون المتعارف عليه للماء انها في فلو بتنساب فيه، الميه راحت اتحولت لجبلين. وبعدين كان شغل بقى ايه، 7 نجوم، شغل فنادق يعني. هو مش بس ايه هنوسع لك البحر واطلع يجري الدنيا من بلبطه، لا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. ايه الجمال ده؟ يعني الحته اللي هتجروا عليها ناشفه، الارض اللي هتتفتح لك انت واللي معاك، لان التردد الطاقي بتاعك متناغم مع التردد الطاقي بتاع هذا الفتح، حضرتك تعدي. بس في تردد طاقي تاني داخل بنوايا تانية ما يعديش من نفس الفرصة. في عمق كبير داخل انفسنا لما بنتوكل بيحصل. في بعض الناس اللي بتشوف الصورة من بره ان عم ابو ابراهيم فتح عربية كبدة وبيكسب، فلو فتحنا كبدة هنكسب، بس ما بيكسبش. اه يبقى عشان اللوجو بتاعه مش هتكسب برضه. اه يبقى في نية ورا القصة، في طاقة مختلفة، في قيمة، في نفع، انت متوكل بشكل ما. فالأحداث قارية طاقتك لأن الكون كله في وعي التوكل، فالكون هيخدمك. يروى في الأثر، بغض النظر هذه القصة صحيحة ومش صحيحة، خدوا الحكمة منها يعني، عشان بعض الناس بتبقى عالقة لا بس القصة دي ملهاش. اوكي، يروى في الأثر إن سيدنا إبراهيم لما جم يلقوه في النار، من هول النار اللي كانوا مشغلينها، كانوا قالوا فابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. يعني هم ما عملوش حفرة، هم عملوا له مبنى نار. فلما جم يرموه في النار ما عرفوش يقربوا، النار جامدة جدا. فحطوه في آلة قديمة كان اسمها المنجنيق. المنجنيق دي آلات قديمة كانوا بيستخدموها في الحروب، يحطوا فيها النار يشدوها لورا. الناس اللي دارسة ميكانيكا اسمها الرافعة ومش عارف المقذوفات في حاجة، المهم يعني. فيرجع البتاع لورا ويقطع الحبل، فتروح رامية القذائف على الأعداء وحاجات زي كده. فهم راحوا رابطينه في المنجنيق وقطعوا الحبل عشان يطير فيدخل في النار. يقال في الأثر إن سيدنا إبراهيم وهو طاير، تخيل بقى يعني، حاولوا بس تخيلوا معايا المشهد يعني عشان تعرفوا إيه هي اللحظات اللي بتظهر فيها الآيات وبينزل فيها الإلهامات وبيحصل فيها الفتوحات. الناس فاكرة إن الإلهامات والفتوحات بتحصل إن أنا لما هعمل مديتيشن، أنا مش بقول إن ده غلط وبقول إن ده ما يحصلش، هيحصل. بس الحاجات الفارقة، اللحظات اللي بتغير الكون، هي لحظة التقاء الضدين وانت ساكن داخليا. دي لحظة الخلق، لحظة الخلق، لحظة البركة. هي لحظة التقاء الليل من النهار. دايما عندنا إشارات كونية كثيرة إنك
اذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، سبح في الأوقات اللي بيلتقي فيها الليل والنهار، ساعة الغروب وساعة الشروق. التقاء الذكر بالأنثى بيجي منه خلق. فدايما اللحظة اللي بيلتقي فيها الضدين، للي بيعرف يبقى ساكن داخليا، بيحصل فتح ضخم جديد. ففي اللحظة دي شوف بقى ان سيدنا ابراهيم طاير رايح على النار، يعني هو رايح مبنى نار. عارفين انتوا الافلام بتاعت علاء الدين، وهو طاير ورايح على النار. يقال في الاثر ان اتى له جبريل قال يا ابراهيم الك عندي حاجة؟ عايز حاجة؟ محتاج حاجة؟ مش عايز حاجة يعني؟ مالكش، ما نفسكش في حاجة؟ والله يعني ممكن لو واحد كابتشينو يعني وانت طاير رايح النار يعني، تمام. فقال أما منك فلا، ولكن من الذي أرسلك علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، حسبي الله ونعم الوكيل. إني أنا عايز أدخل في أحسن احتمال ممكن في قلب كل هذه الأحداث اللي شكلها سلبي. فالقانون المتعارف عليه لإبراهيم اتغير. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، مش للكل. اوكي. الناس برضو اللي خدت معايا وعي إبراهيم، أو ممكن تحصل على الداتا دي، ازاي توصل للحتة دي، إنك يعني يمكن تحميل وعي الأنبياء. معلش يعني، يعني خدوا مني الكلام ده وحطوا على مش مشكلة. اوكي، يعني في وعي كده انك ممكن توصل للحتة دي، لأن آيات القرآن أو الداتا اللي ربنا بعتها لنا مش علشان تبقى قصة جميلة ظريفة نقول الله حلوة. موضوع أعمق من كده بكتير. فإني أنا واعي كويس أوي إن كل ما يحدث هو مش نتيجة ايرور حصل في السيستم فالدنيا بتضرني. هو ده بيحصل نتيجة خطة إلهية محكمة. بس أنت قادر تبقى واعي لأنهي درجة، وقادر ترجع تاني تتصل بالوعي ده، قادر ترجع تكونكت بهذا الإله وتبقى فاهم القصة مش قصة مثالية. القصة تاني قصة إن whatever اللي بيحصل تبقى واثق إنك مش ساند على الإيجو بتاعك. لأن في حتة يا جماعة، خليني برضه أقول لكم بصراحة يعني، في حتة إحنا بنوصل لها لما بنكون بقينا شطار قوي، بقينا شطار وجامدين جدا في مجال ما، فأنا ببقى واثق إني هعرف أعملها. ده كلام فاضي. خلي بالك الحتة ديت هتمتحن فيها. يعني لما بنوصل لأعلى درجات الاحتراف وجربت حاجة بقالك فترة كبيرة وجبت بيها نتائج، بس نسيت إنك توصلها بالله وأنت مش واخد بالك، هتهنج منك. تيجي في لحظة كده تبطل ما تعرفش تعمل فيها إيه. أنا عملتها كتير ما بتظبطش ليه. أنا طول عمري بعمل رز بالشعرية، هاجي بقى ساعة العزومة الكبيرة هيعجن منك. عشان أنت إيه، المعلمة الجامدة الفظيعة اللي أحسن واحدة بتعمل مكرونة بالبشاميل في البلد بتاعتك، أول ما هتجيب العزومة هتلاقي في حاجة ضربت، واروح طالبه ديليفري اقول انا يا جماعه اللي عملتها، والله شكرا يا جماعه ما تقوليش ايا كان. ليه؟ انتبه. ولما ربنا بيعلمك وبيطورك وبيديك داتا، خليك واعي دايما انك تكون موصول، مش من حته بقى اللي هو انا ولا حاجه. لا، انت حاجه محترمه، وانت اشتغلت على نفسك كويس جدا، وانت شاطر جدا، وانت اشطر حد في مجالك بالله. مهم الميكس ده. معظم الناس يا اما هو كله ربنا يعني تمام وانا ولا حاجه، او حد تاني اوعى وشك انما اوتيته على علم عندي. انت محتاج تعمل الميكس ده داخل نفسك، تبقى موصول بالوكيل، متوكل عليه. لانك لما بتتصل بالوكيل بيحصل حاجه عميقه جدا جوه نفسك، انك بتطمن. احد اكبر الاسماء لبث الطمأنينة في النفس اسمه الله الوكيل. ليه؟ لأن إحنا أحيانا يا جماعة في مساحات في حياتنا وأنا في الحقيقة مش عارف هعمل إيه. مش عارف. التحدي ده أنا معرفش حله إيه، بس أنا واثق إن ربنا عارف يتحل إزاي. مش عارف إن ربنا عارف. أنا واثق، مطمن. فأنا متوكل عليك. يعني إيه متوكل عليك؟ يعني أنا جاهز إني أستقبل منك داتا قد تكون مختلفة، قد تكون غريبة، قد تكون عجيبة، قد تكون أول مرة أعرفها، قد تكون عارفها وتذكرتها دلوقتي، وهتكون هي السبب
في إن اللي أنا فيه يتحل بيسر، لأن عمق إرادة الله عز وجل يريد الله بكم اليسر من فضلك. صدق